السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة مع ديجا. ان شاء الله النهاردة هقول لكم على طريقة الرز البسمتي الابيض، ازاي يبقى مفلفل كده وطعمه جميل. انا بستخدم نوع دوبيلا اللي هو الهندي. حلو جدا، واصلا هو عموما في الاكل بيبقى اخف كتير من الرز المصري. انا هنا عملته ازاي؟ انا عملت كوباية واحدة. طبعًا عشان كان في حاجات تانية مع الأكل، ما حبيتش بس أزوّد رُز. بس هي الكوباية كانت زي الفل، يعني عملت طبقين كبار وكفّت. إن شاء الله المقادير كلّها موجودة في البيت وسهلة أوي. أهم حاجة بس امشي بالخطوات اللي هاقول لِك عليها. دي كوباية رُز بسمتي أبيض، غسلتها كويس جدًا وصفّيتها من المَيّة، وبعد كده حطيتها في طبق كبير وغطّيته بالمَيّة كده زي ما أنتِ شايفة، مَيّة كتير. حاطة فيها الرز وهاسيبه حوالي ربع ساعة. نجيب بقى الحلة اللي احنا هنعمل فيها الرز دي، وهننزل عليها بكوبايتين من المية. طبعا الرز البسمتي بيحتاج مية بتكون اكتر من الرز المصري. الرز المصري بيحتاج كل كوباية رز بتحتاج كوباية مية. الرز البسمتي بيبقى الضعف، كل كوباية رز بسمتي بتحتاج كوبايتين من المية. فأنا نزلت بالكوبايتين، نزلت كمان بالزيت، وحطيت التوابل بتاعتي كل ده على البارد. ممكن لو انتي مش عايزة تحطي زيت، انا بحب اعمله بالزيت عشان يبقى خفيف. ممكن تحطي سمنة على النار اول ما تسيح، وبعد كده تنزلي بالمية عادي جدا. حطيت كمان حبهان، حوالي 3 فصوص من الحبهان، وحطيت ورق لورا، وحطيت ملح وفلفل. والزيت بتاعي كان هو المادة الدهنية. حطيتها على النار المية دي، وأول ما غليت صفيت الرز كويس من المية اللي كان منقوع فيها. وأول ما لقيت المية اتشربت كده، بدأت إنها تتشرب، حطيته على الشياطة ووطيت النار على الهادي خالص، وقلبته واستوى معايا في حوالي ربع ساعة أو يعني 20 دقيقة. استوى بسرعة جدا. بصي طلع مفلفل وخطير، طعمه حلو قوي. معجنش خالص وخفيف جدا. أنا هنا كنت عاملاه مع بانيه، وكان في كمان برضو بطاطس، وكان في حاجات تانية الأكل ده. فبصراحة كان حلو قوي. جربي الطريقة دي، لو بيعجن منك إن شاء الله الطريقة دي هتنجح معاكي.